السلام عليكم، تحياتي لكل الشرفاء والشريفات داخل الوطن وخارج الوطن. تحيات عبد ربي نبليسة، ناشط سياسي، ناشط إعلامي، مرشح برلماني سابق عن دائرة المضيق فنيدق. دائما ما يتفاعل مع كافة القضايا الإنسانية الوطنية الجهوية الإقليمية وكذلك القضايا التي تهم الشأن المحلي بمدينة المضيق الريكون. وهي فرصة لكي أقول أن الجماعة الحضرية بالمضيق فاشلة، معارضة وأغلبية، وكذلك في إطار التفاعل مع القضايا الإنسانية نأكد أنني دائما مع القضية الفلسطينية باعتبارها بوصلة المغاربة الأحرار والمغربيات الحرائر. وهي فرصة لكي أقول فلسطين أمانة والتطبيع خيانة. إخوة والأخوات، من المواضيع التي يناقشها عبد ربي باستمرار الهجرة الغير مقننة بإقليم المضيق فنيدق. كنتكلم على الهجرة، واحد مجموعة ديال الشباب، واحد مجموعة ديال القاصرين والأطفال اللي كيغامروا بالحياة ديالهم من أجل الدخول إلى سبتة المحتلة سباحة من داخل مدينة ديال الفنيدق وكذلك ديال المضيق وديال تطوان. كنأكد للجميع أن المقاربة الأمنية وحدها ليست كافية لمحاربة الهجرة الغير مقننة، وأن المدخل الأساسي توفير تنمية حقيقية وكذلك توفير العيش الكريم لكافة المواطنين والمواطنات. إقليم المضيق فنيدق بعد إغلاق معبر ديال الديوانة كانت هناك واحد مجموعة ديال البدائل التي أعتبرها بدائل غير ناجعة وكذلك غير ناجحة. كنتكلموا على المنطقة ديال الأنشطة التجارية بالفنيدق، منطقة فاشلة. المنطقة ديال الأنشطة الصناعية بحيدرة منطقة لم ترى النور، وكذلك حتى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم المضيق فنيدق ورش فاشل. وخير دليل وهو أن كان جات لجنة من وزارة الداخلية وتم إخوة الأخوات إعفاء رئيس القسم الاجتماعي بعمالة المضيق فنيدق، مع العلم أن المسؤول الأول والأخير على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هو عامل عمالة المضيق فنيدق باعتباره الرئيس ديال اللجنة الإقليمية ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من داخل مدينة ديال الريكون وتطوان وكذلك من داخل الفنيدق. كنعتبر أن كل روح تزهق وصمة عار في جبين الدولة المغربية، وصمة عار في جبين الشعب المغربي. وكنعتبر أن الهجرة الغير مقننة غير حلا، وكذلك كنطالب بعزل ومحاسبة عامل عمالة المضيق فنيدق لأنه لم يقدم أي إضافة ملموسة لإقليم المضيق فنيدق غير واحد مجموعة ديال الأنشطة الترفيهية، مثلا الماراثونات ديال الجري، الماراثونات ديال المشي، السباق ديال الدراجات، وهذه كاملة تدخل في إطار ما يسمى بالأنشطة الترفيهية بإقليم المضيق فنيدق، لما فيه لا معامل، ما فيه لا شركات، ما فيه لا فرص ديال الشغل، فيه البطالة وفيه الأزمة الخانقة، وفيه إخوة الأخوات كنشوفوا منابر إعلامية تتكلم على النزيف البشري بإقليم المضيق فنيدق. وهي فرصة لكي أقوم بالشكر الجزيل للمنبر ديال المجتمع اللي صراحة كيتفاعل مع المواضيع الجادة والهادفة، لأن العديد من المنابر الإعلامية الوطنية لا تسلط الضوء لهذا المشكل هذا اللي هو المشكل ديال واحد مجموعة ديال الامهات، واحد مجموعه ديال الاسر التي تبحث عن فلذات اكبادهن. كاين شباب من مدينه ديال الريكون يتواجدون بالثلاجات الجزائريه، وكذلك كاين شباب من مدينه ديال الريكون مفقودون، كيقلبوا عليهم الامهات ديالهم. عوض ان نناقش هذا المشكل ديال الهجره الغير مقننه ونناقشوا الاخوه القضايا الحقيقيه، منشغلون بالتفاهه. اذا من داخل مدينه ديال تطوان اكد للجميع أنني موظف مغربي حذفت من الوظيفة العمومية ظلما وعدوانا بسبب مواقفي وقناعاتي المبدئية، بسبب مناقشتي لغلاء المعيشة، الغلاء ديال المحروقات. وهي فرصة لكي أقول أن شركات المحروقات تراكم الملايير ديال الدراهم في حين أن المواطن يعاني معاناة كبيرة. أناقش كذلك الانتحار، شفنا كيف أن العديد من الحالات ديال الانتحار في المغرب وكذلك إقليم شفشاون
نتكلموا كذلك اخوه والاخوات يعني العديد يعني الاعتقال السياسي، وهي فرصه من اجل المطالبه بالحريه ديال كافه المعتقلين السياسيين بالمغرب ومن داخل مدينه ديال تطوان. نتمنوا ان هذا المغرب هذا يكون بدون هجره غير مقننه، يكون فيه العيش الكريم لكافه المواطنين والمواطنات، وتحيه عاليه للمنبر ديال المجتمع مجددا.